يا بنتي انا عملت لك حاجه؟ حاضر، حاضر، حاضر. بقول لك ايه يا وليه انت هتيجي تتصلبطي لي هنا؟ انت جايه ايه هتتعاملي يوم عليا؟ بقول لك ايه، قومي خشي اغسلي المواعين ونضفي المطبخ انا مش شغاله عندكم خدامه. يلا اتفضلي كده، قومي زي الشاطره اعملي المطبخ وظبطيه. حاضر يا بنتي، اديني بس بق ميه قابل لي ريقي كده عشان انا جايه من مشوار بعيد. قابل لي ريقي بس وهقوم اعمل لك اللي انت عايزاه يا بنتي. هنبتديها مطالب. مش عايزه تشربي يا اختي اتفضلي المطبخ عندك روحي اشربي، انا مش شغاله عندك وعند ابنك، كفايه بخدم ابنك وعياله. اتفضلي انت قومي اعملي اللي انت عايزه تعمليه، اشربي ولا ما تشربيش. ياني. ايه خلصتي اللي وراكي؟ خلصتي المطبخ ولا لا؟ يا حبيبتي خلصت المواعين وعملت المطبخ كله. انت يا بنتي ما بتمديش ايدك في المطبخ ولا ايه؟ ده المطبخ ده تعبني وصدري تعبني من كتر ما انا نضفت البوتاجاز. انت ما بتمسحوش ولا ايه؟ وانت مالك انضف ولا ما انضفش؟ انت هتيجي تعدلي عليا في بيتي؟ وانت مالك؟ انا حره بيتي اعمل فيه اللي انا عايزاه، انت مالك اصلا؟ يا بنتي ولا هعدل عليكي ولا حاجه، ده بيتك طبعا، انت حره فيه. بس لو ايدك فيه كل يوم يا بنتي مش هتبقى الدنيا كده. يا هتبقي حتى اما تيجي تعملي الحاجه ما تتعبيش. والله شيء ما يخصنيش، انا حره، ده بيتي، انت جايه هنا ضيفه وبس. ما تجيش تعدلي عليا في بيتي، انا حره اعمل اللي انا عايزاه وما تجيش انت تعدلي عليا. كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. صح، انا ما عندي ماليش دعوه، ماليش الحق ان انا اتدخل. طب انا ممكن اقوم اقدر اريح جسمي شويه، انا ظهري واجعني من ساعه ما جيت وانا واقفه في المطبخ مش قادره. ممكن اقوم افرد ظهري شويه طيب في الاوضه. تفردي ظهرك؟ تفردي ظهرك ده ايه؟ امال مين اللي هيعمل الغدا ان شاء الله؟ ابنك جاي وعايز يتغدى واحنا عايزين نتغدى، مين اللي هيعمل الغدا؟ انا اللي هعمل لكم؟ انا مش جايه شغاله عندكم يا ماما. يلا بقى عشان تقومي تعملي لنا الغدا كمان وبعد كده بقى روحي ريحي. اعمل الاكل كمان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر يا بنتي، حاضر، حاضر، هقوم اهو تعمل الاكل. حاضر، حاضر. السلام عليكم. ازيك يا امي عامله ايه؟ ازيك يا عبير عامله ايه؟ خدي يا مني يا عبير مش قادر خلاص. عامله ايه يا امي؟ جاي هلكان ومش قادر وتعبان. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، نورت البيت وحشتني. مساء النور يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا كبتي. مالك يا امي؟ حاسك تعبانه كده، فيكي حاجه يا امي؟ حد مزعلك ولا حد مضايقك؟ مالك يا حبيبتي احكيلي، في حاجه؟ مفيش يا ابني، ظهري بس وجعني، ظهري وجعني. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. انت عملت ايه في شغلك النهارده يا قلبي؟ عملت ايه؟ ربنا يقويك. اقوم احط لك تتغدى؟ الف سلامة عليكي يا امي. انت ايه، انت عملتي حاجه في البيت ولا ايه؟ في ايه يا عبير؟ انت خليتيها عملت حاجه النهارده ولا ايه؟ انا شايفها تعبانه النهارده. مالك يا امي؟ انت حد مزعلك ولا حاجه؟ قوليلي يا امي. واكل ايه اللي تقومي تعملهولي؟ ما هي عبير موجوده اهوت. هو انت يا عبير هتبقى قاعده وانت اللي هتشتغلي يا امي ولا ايه؟ غدا ايه يا طنط اللي تحضريه؟ امال انا لازمتي ايه؟ ده انا لسه مخلصه الغدا يا حبيبي، ماما طول النهار كانت نايمه وانا لسه مخلصه الغدا لما تعبت النهارده في الاكل. عامله لك اكل هتاكل صوابعك وراه، لكن ماما يا عيني كانت ظهرها وجعها وطول النهار كانت نايمه بفرده ظهرها، مش كده يا ماما؟ صح يا حبيبي، عندها حق. انا طول النهار مريحه، ما عملتش حاجه، بس انت عارف انا ظهري اللي بيوجعني. معلش يا حبيبي، متقلة عليكم. معلش يا حبيبي، معلش. ده دي ايه ده يا امي؟ ده بيتك يا امي وبيت ابنك، يعني بيتك. انت اللي اتغديتي، اهم حاجه انت اتغديتي. غديتيها يا عبير؟ حطيت لها اللي هي عايزاه ولا لا يا عبير؟ قوليلي. ده انا خلصت الاكل النهارده وغديت ماما، مش انا غديتك يا ماما؟ غديت ماما وخلصت الاكل وفاضل انت بس اللي هتاكل انت والولاد، لكن ماما اتغدت بقى عشان قلت ما تتذنبش معانا، مش كده يا ماما؟ مش انت اتغديتي؟ ايوه يا حبيبي، اتغديت. مراتك حطيت لي زي ما قالت لك، حطيت لي اتغديت. ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها ويخليها لولادها. يا حبيبي اتغديت، ربنا يخليك ليا يا قلبي.
ربنا يديك الصحة يا أمي يا رب ويخليكي لينا يا رب وما نحرمش من دعواتك لينا يا حبيبتي. يلا يا ماما بقى قومي عشان ترتاحي بقى، مش انتي كنت قايله هتنامي عايزه تريحي شويه؟ قومي بقى ارتاحي، هي اصل هي تعبانه طول النهار، كانت نايمه وظهرها واجعها مش عارفه في ايه. لازم تروحي للدكتور يا ماما. فقالت عايزه تريح، فخليها تقوم ترتاح بقى دلوقتي بدل ما هي قاعده كده، حرام قاعده متذنبه. قومي يا ماما ارتاحي. انتي فعلا عايزة تنامي يا أمي؟ اه يا قلبي، انا كنت لسه قايله لها ان انا هقوم اريح شويه. هي هعمل ايه؟ معلش انا ظهري بيوجعني وبريح كتير الفتره ديت. معلش يا ابني، معلش. فوتكوا بعافيه، انا هنخش انام شويه كده والصباح رباح. عن اذنكم يا بني. اه تمام يا حبيبتي، تصبحي على خير، نوم الهنا والعوافي يا رب. ربنا يشفيك يا أمي ويخليكي لينا، ما يحرمناش من دعواتك يا رب يا حبيبتي. ايه يا عبير؟ أمي حاسس إن هي في حاجة مضايقاها. انتي عملتي حاجة انتي أو الأولاد ضايقتها؟ قوليلي يا عبير. معلش ست كبيرة استحمليها لو عملتلك حاجة ضايقتك، بس ما تضايقهاش عشان خاطري، عشان خاطري أنا، دي أمي برضو. أنا هقوم أرتاح شوية لأن أنا مش قادرة، أنا تعبانة أنا كمان. حضري لي الغدا آكل لقمة كده بعد ما أغير هدومي. مضايقاها ده ايه؟ دي زي امي، ده انا بقول لها يا امي، دي في عينيا الاتنين. لا يا حبيبي ما ضايقتهاش ولا حاجه، بس هي كانت تعبانه النهارده طول النهار وظهرها وجعها فمريحه، فانا سايباها براحتها. لكن هنعمل ايه؟ ما هي انا عارفه ان امك ولازم لو عملت حاجه بعديها وبطنشها عشان خاطرك برضو وعشان خاطر هي زي امي. لا ما تقلقش يا حبيبي، انا ما اقدرش اعمل لها حاجه ولا اقدر اتكلم معاها، هي زي امي ولو عملت حاجه انا بعديها وبطنشها. خلاص قوم ريح، قوم غير هدومك انت كده وهكون حطيت لك الغدا، اتغدى وقوم ريح جسمك شويه. ماشي يا حبيبي، انا هخش احضر لك الغدا. طبعا اللي احنا شفناه دوت بيحصل لكتير من الامهات، وللاسف الابن ما بيحسش بالوضع ده خالص، لان الام ما بترضاش تحكي لابنها عشان خاطر ابنها ما يبقاش زعلان عليها ويتضايق، وفي نفس الوقت عشان ما تخربش بيت ابنها. ومرات الابن بتستغل دوت وبتتمادى في اللي هي بتعمله ولا اكنها بتعمل حاجه. بس يا ترى لما بتقعد مع نفسها مرات الابن ديت بتحس باللي هي بتعمله؟ بتحس هي عملت ايه مع حماتها؟ بتحس اللي عملته ده صح ولا غلط؟ طب ما بتفكريش ان انت في يوم من الايام ممكن يحصل معاكي كده؟ ما فكرتيش ان انت ابنك الصغير دوت في يوم من الايام هيكبر ويتجوز؟ طب لما يتجوز اللي انت بتعمليه في حماتك هتقبليه على نفسك؟ بلاش تقبليه على نفسك. هل انت في الوضع دوت تقبلي اللي حاصل معاك اللي انت بتعمليه في حماتك ده يحصل مع امك؟ اكيد مش هتقبلي كده. اللي بيزرع خير بيلاقي خير، واللي بيزرع شر بيلاقي شر. يا ريت تراجعي نفسك وتفوقي على اللي انت بتعمليه دوت عشان خاطر ما يتردلكيش. فوقي قبل فوات الاوان. يا رب الرساله بتاعتي تكون وصلت، ويا رب تكون فهمتوا انا اقصد ايه. السلام عليكم.